طبعًا في الفترة الأخيرة في بنوك مصرية كتير عدّلت الحدود الدولية للcredit cards، عشان كده حبيت أجمّع لكم آخر التحديثات في الفترة الأخيرة، عشان تبقى عارف لو هتطلب الcredit card أو لو هو أصلًا معاك. مبدئيًا كده بنك مصر لو أنت هتشتري بالبطاقة الائتمانية بتاعته اللي هي من نوع كلاسيك من جوّه مصر، فحدودها بقت ما يعادل 3000 جنيه بأي عملة أجنبية، أمّا البطاقة الجولد فبقى ما يعادل 6000 جنيه. أمّا معاك البطاقات البلاتينية والsignature والWallet Elite فهو حدودها بقى حوالي 7500 جنيه، أمّا لو قدّمت للبنك ما يفيد سفرك فعندك اللي هي البطاقة الكلاسيك بقى لو أنت برّه مصر معاك حدود 3000 جنيه، فطبعًا ده ما يكفّيش أي حاجة، الجولد 6000 جنيه والتيتانيوم حوالي 10000 جنيه ونُص، والsignature حوالي 45,000 جنيه، والWallet Elite حوالي 90,000 جنيه، ما يعادله بقى طبعًا بأي عملة أجنبية. أمّا بالنسبة للسحب الدولي فكلّهم 3000 جنيه ما عدا اللي هي الWallet Elite والsignature ما يعادل اللي هو 6000 جنيه، طبعًا من ضمن كل دول الحدود اللي هي ال10% بتاعة عمولة التعامل الدولي. أمّا بالنسبة بقى للتحديثات اللي حصلت في البطاقات الائتمانية بتاعة البنك الأهلي، فعدّل الحدود الدولية بتاعة البطاقات بتاعته لو أنت جوّه مصر، فالبطاقات اللي هي كلاسيك الائتمانية فتقدر تشتري بيها ما يعادل $50، وبطاقات الجولد ما يعادل $75، بطاقات الWallet Elite ما يعادل ال$250. مكتوب جملة مهمة جدًا من ضمن الإرشادات بتاعة البنك الأهلي، إنه أي عملية شحن محافظ إلكترونية دولية هيتم رفضها، وأي معاملة هتتم على متاجر مجوهرات برضه هتترفض، وده حسب الكلام الرسمي بتاع البنك الأهلي المصري. وأخيرًا البنك العربي عدّل الحدود، ومن ضمن الحدود اللي اتعدلت بطاقة بلو منع التعامل الدولي تمامًا عليها سواء بقى جوّه مصر أو خارج مصر أو حتى السحب النقدي خارج مصر، عشان لو معاك البطاقة دي وأنت برّه مصر للأسف مش هتشتغل معاك. أتمنى الخير والتوفيق للجميع، هتلاقوني سايب لكم كل تفاصيل الكلام اللي أنا قُلته في مقالة في وصف الفيديو عشان تتعرّف عليها أكتر باللينكات الرسمية. شكرًا جدًا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.